صفات أصحاب الإمام المهدي: لهم دوي في صلاتهم كدوي النحل. الآن شنو هذا الدوي؟ يعني بكاؤهم، يعني لحنهم. احنا نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم بسرعة. ولكن المحب له صلاة من نوع آخر: يبيتون قياما على أطرافهم. شنو معنى الأطراف؟ يعني الأرجل أو أطراف الأرجل. ويصبحون على خيولهم، بالليل ما نايم، وفي الصباح يجاهد مكدودا في ذات الله. في خطبة الصديق الكبرى حول أمير المؤمنين: مكدود يعني منهك. شلون كلمة مكدود؟ يا أيها الإنسان إنك كادح. رهبان بالليل، ليوث بالنهار. قمة العبادة، كأنه راهب وأسد في النهار. هم أطوع له من الأمة لسيدها. التسليم المطلق، هذه صفة مهمة. في الوقت آخر يجب أن نتحدث حول صفة التسليم المطلق. حتى مالك الأشتار على عظمته وجلاله، مالك وما أدراك ما مالك، ما وصل إلى هذه الدرجة. التسليم المطلق، تسليم مطلق كالمصابيح، كأن قلوبهم القناديل. قلوبهم مضيئة مشرقة، وهم من خشية الله مشفقون. إشفاق، خوف. إحنا اللي لا نشفق، في الآية الكريمة: في أهلنا مشفقين، حالة إشفاق. يدعون بالشهادة، يطلبون من الله أن يستشهدوا بين يدي الإمام المهدي صلوات الله عليه. ويتمنون أن يقتلوا في سبيل الله، شعارهم: يا لثارات الحسين. ولاؤهم للإمام المهدي يتمسحون بسرج الإمام، وولاؤهم للإمام الحسين صلوات الله عليه. بهم الباء باء السببية: ينصر الله إمام الحق، يعني الإمام المهدي. هالشكل إحنا نطمع. هل فينا هذه الصفات؟ قلوبنا لا يشوبها شك، كزبر الحديد، أشد من الحجار. لا ينامون الليل، يبيتون قياما على أطرافهم. تسليم محض للإمام الحجة. تعلمون التسليم المحض ايش صعب؟